الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس شاهدوا المهازل الحصلت بين الشيخين، شيخ أنصار السنة وشيخ الصوفية أمس، وعامة الناس أنكروا هذه المهازل إنكارا شديدا، حتى ما حوجونا ذاته ولا حيحوجونا للكلام الكثير، ولا محتاج أعرض وثائق، لأن الناس براهم، عامة الناس عرضوا الوثائق واستنكروا ما حصل، لأنه أصلا الشيخين ديل من أسوأ الشيخين، من أسوأ يعني الشيوخ سمعة عند الناس. حتى ذاك العوام بيقول له شيخ التكسي، وده العوام بيقول له شيخ تف. يعني تخيل واحد مشهور بيتف بالتفاف، وهو عاجبه الحكاية دي، يأصل لأنه الدين فيه تفاف، وده والله ما لاقانا وما سمعنا به في الدين أصلا. والتاني أصل لأشياء غريبة جدا جدا جدا، كل الناس عارفينها وكل الناس قاعدين ينكروها عليه الليل والنهار، والجاهل والعالم كلهم بينكروها عليه. لكن العجيب انه الشيخ بتاع انصار السنة ده واجع راسنا له قريب 30 سنة انه هو ضد الصوفية، واشتهر بانه هو ضد الصوفية اكتر من 30 سنة، انه بيقول حرب ضد التصوف. الصوفية جابوا راسه بكرتونة بتاع الشعرية، بالله ده ما شعرية هسه هو ذاته، كرتونة بتاع الشعرية هدمت حرب بتاع 30 ولا 40 سنة. جاب له الصوفي ده ببوكسي مكسر، شايلين كراتين شعرية نوبو، عشان كده احنا سميناه شيخ النوبو. والنوبو ده بنعني بيه ولا الشعرية والمكرونة وغيره، أجابوها له ودخلوا البوكسي بقى يضحك. الأنصار سنة بقى يضحك ما شيخ التكسي، وتحاضنوا وقال له ما بتقصر. تخيل ده بتاع انصار السنة، وذاك بتاع الصوفية يقول له انا حدعمكم وحجيب لكم 10 اضعاف البوكس جابوا ده الملان كراتين نوبو ده. وذاك يقول له والله ما بتقصر يا اخي، والله ما بيخجل ما بيستحي يا اخي كده يا اخواننا، بالراحة كده. طيب ديل جابوا له الطلبة بتاع الخلوة بتاع الانصار سنة، مش كده؟ يعني تخيل الطلبة ديل بيفطروا بالاكل اللي جابوه الصوفية، بيتغدوا بالاكل اللي جابوه الصوفية، بيتعشوا بالاكل اللي جابوه الصوفية. في واحد من الطلبة ديل تاني حيقوم يحارب الصوفية؟ اسألكم بالله، زول بيفطر وبيتغدى وبيتعشى بنوبه بتاعت الصوفية دي، هل حيقف له في حلقة ولا منبر ويتكلم في الشرك بتاع الصوفية؟ اسألكم بالله، قضومه يتربم بنوبه الصوفي حيتكلم عن الشرك كيف؟ كده بالراحة كده يا اخوان. وانا بسأل سؤال للجماهير من الطرفين، جماهير انصار السنة كانوا اصلاح مركز عام جمعية كتاب وسنة صفوجية غيره، ده شيخكم اللي بتقولوا اقوى شيخ عندنا بحارب التصوف وبحارب والمناظرات وغيره، حسب ما بتقولوا. الليلة خدت يده في يد الصوفية وجضومه ملانة من نوبه، شعرية نوبه بتاعت الصوفية. انتوا رايكم شنو؟ انتوا ما بتفهموا؟ انا بسأل يعني، انتوا ما عندكم فهم؟ يا اخي البهيمة، يا اخي الحمار، يا اخي بيعرف المحل اللي فيه مصلحته، فيه المويه الكويسة اللي بيشربها والمويه اللي ما بتنفع معاه، والمرعى اللي بينفع معاه والمرعى ده الحمار. انتوا ما قادرين تفهموا انه الطريق بتاعكم ده بتاع انصار السنة ده بقى طريق بتاع صوفية وجبهجية وكيزان واخوان مسلمين. وده ما غريب، لانه قبل ده هسه في الايام الفاتحة دي عملوا مبادرة الطيب الجيد الصوفي الطاغوت المعروف، واكثر ناس دافعوا عن المبادرة دي انصار السنة المحمدية بجماعاتهم ورؤسائهم، ومنهم شيخ تفدى ذاته قال مبادرة طيب الجيد حاجة حلوة وما فوق حاجة. مبادرة بدوها بانه يا البادراب
بنية بنية للسودان تحلوا قضية قضية، يا الخنجر ويا الخمجاني للبنزين والغاز مجاني، ما خلوا أحد نادو إلا الواحد الأحد ما نادو. وربنا يقول ديل منو الأضل منهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم يا جماهير أنصار السنة، شيخكم ده دني وأرخص من رخيص. نحن والله بنسمع الحديث الصحيح بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لنا سنين، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ده بنسمع الحديث ده من زمان وحديث صحيح، لكن ما كنا متخيلين بعرض يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل إنه شيخكم أكبر شيخ عندكم بحرب الصوفية يبيع دينه ومحاربته للصوفية وتاريخه كله يلغيه بجرد قلم، لا بكرتون الشعرية نوبه يلغي التاريخ كله. وانتوا لسه مبارينهم ومبارين أنصار السنة. والله الذي لا إله غيره، لو عندكم ذرة بتاعت عقل أو دين والله كان تكفروا بجماعة أنصار السنة وبشيخ توف وبكل شيوخ أنصار السنة. وده ما غريب، لأنه إذا كان رئيسكم رئيس أنصار السنة سألوه عن الصوفية في جريدة ألوان في لغاء بصفحة كاملة، قال له ورأيك في التصوف؟ نحن رأينا في التصوف كسلفيين شرك بالله، انتهى، ما في كلام تاني. شيخكم قال التصوف موجود داخل الكتاب والسنة وهو مجموعة من الأخلاق الفاضلة والنبيلة. وشيخ توف ذاته مع شيخ البتاع النقط ده في اللغاء ده ذاته الامبارح اللي استنكروا العامة والخاصة والحريم والرجال داري أصل له، قال لي بتاع الحقائق يعني الصوفية كلهم ما كعبين، لا يوجد أحد من صوفية الحقائق على وجه الأرض اليوم، والصوفية الموجودين على وجه الأرض اليوم كلهم ذي الكعبين، ما فيهم صوفي واحد نافع. وأكعب واحد فيهم الجاك ده، أجاب لك كرتون الشعرية ده أكعب واحد فيهم. تجي تكذب يا شيخ توف وتقول يا أخي والصوفية ذاتهم والله أجسام، وقال لي أنت ما زيهم، أنت ما بتعتبر زيهم، ده وده أكعب واحد، وده الصوفية ذاتهم بينبذوا، ده بتاع نوبو الصوفية ذاتهم بينبذوا. يعني اتخيل زول بينبذوا ده ذاته، معناته ده فات حد الكعوبية بغادي، بقى أكعب من الكعب. شيخ أنصار السنة قال له والله أنت ما زيهم عشان بس كراتين شعرية، أنت ما كان تكلمنا من قبل من زمان طيب عشان كان يقول لك طن بتاع نوبو طن. يعني ده هسه لو بكره جاب لك 20 دفار بتاع شعرية كان بتكفر ولا شنو؟ يا اخواننا وين عقيدة الولاء والبراء؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يعني شو العداوة والبغضاء؟ تتحاضنوا وتضحكوا؟ ده يخالف العقيدة، يخالف التوحيد. انتوا يا انصار السنة اللي بتقولوا زورا وكذبا انكم بتدعوا له، دي مخالفة للصميم التوحيد، لانه قال وبدا بيننا وبينكم العداوة تقول لي نوبو العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. السلف ما كان بيسلموا على المبتدع، خلي الزول داعية الشرك مبتدع، خليه يكون داعية الشرك، بل قال السلف من جلس مع صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. قال السلف من وقر صاحب بدعة فإني أخاف عليه اللعنة، كما قال الفضيل بن عياض. قال السلف من جلس مع صاحب بدعة، البجلس مع صاحب البدعة ده مش صاحب البدعة، البجلس معه، قال إذا رأيته في طريق، البجلس مع صاحب البدعة ده فجز في طريق آخر، كما أورده البربهاري في شرح السنة. وربنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبقى الليلة شيخ النقط ده بقى صالح. يعني شيخ توف قال له لما جاب لك كراتين الشعرية
قال لي ده دأب الصالحين، بقى صالح بكرتون الشعرية، بقى صالح، بقى صالح تب صالح. ده بيقول شرك عديل، بيقول انا الجاي في قدام ما بعرفه، لكن ابوي الشيخ بيعرفه، يعني ابوي الشيخ بيعلم الغيب، وربنا قال ده كفر بالله، ما يعلم الغيب الا الله. وده اللي بيقول انه نحن ماشيين بنفس ابونا الشيخ، ما بفضل الله ولا بقدرة الله، بنفس ابونا الشيخ. طالما ابونا الشيخ فيه والله ما بتجينا عوجة، ماشيين دنيا ودين. ده عنده شريك مع الله سبحانه وتعالى. انت تجي يا شيخ انصار السنة عشان كرتونة نوبو شعرية ولا سكسكانية تقول لي انت صالح، ده دأب الصالحين؟ يا انصار السنة ما تخافوا الله، يا انصار السنة اللي بتجوا تحضروا ليه محاضرات، ولليلة عاملين فيها انصار السنة التنظيم والمركز العام والاصلاح وجمعية شنو ما بعرفوا. اقسم بالله شغلتكم دي كلها باطلة، والانضمام لها حرام شرعا، لانه باطلكم بقى واضح، وريحتكم بقت عفنة وتعفنت وزادت عفونتها، وراء حتى الأعمى وسمع بها حتى الأصم والأبكم. انتوا شنو يا أخي؟ انتوا ما بتفهموا يا جماهير أنصار السنة؟ انتوا ما بتعلموا؟ انتوا ما بتشوفوا؟ العوام اللي بينكروا الكلام ده جايبين شيخ توف وشيخ النقط ده جايبينهم في كيس شعرية وقالوا نوبة تجمعنا. العوام بيضحكوا عليكم، انتوا لسه مبارين أنصار السنة، وانت يا صفية بغادي شابكين انا وهابية ما وهابية، والوهابية كفار، ومحمد عبد الوهاب مات في الحمام ومات في المستراح وكله كذب. الليلة تيجوا دارين تتحالفوا مع انتوا بيسموهم وهابية. يبقى لا صوفية عندهم مبادئ ولا انصار سنة عندهم مبادئ، كلهم دار يبيعوا المبادئ. السبب، ودي اخر حاجة اختم بها الحلقة دي، السبب شنو؟ لانه الحلقة دي ما دار كلام كثير. العوام براهم جزاهم الله خير، ناس حلوين وناس طيبين، انكروا الباطل ده وما خلوهم يرقدوا على جنبه، لا شيخ نقط ولا شيخ تف، لجنوهم مره واحده. والله انا بعاين ما في ذاته ثاني طريقه للكلام، ما في اي طريقه للكلام. الورا الكلام ده منو؟ الخلى الصوفيه يبيعوا مبادئهم اللي كان بيكفروا الوهابيه، والخلى انصار السنه يبيعوا مبادئهم بكراتين نوبو شعريه. منو هو؟ الكيزان الجو معاهم ديل. البدله ده ما كوز، انت قالوا ده بيلعب في الترجي التونسي، ده كوز عفن. وبعمة الثاني الخدت ليش الاخضر ده الناظر شيخ توف، وهي ما مناظره، هي مسرحيه، لانه في النهايه انتهت. اللي كانت في قناه البلد انتهت. الصوفي قال لشيخ توف، قال له تيجي تحضر معانا الذكر وتجينا، ده قال له خير ان شاء الله. وده قال له برضه انت تجينا، قال له خير وجاو. وقبيل برضه امبارح قال له انت الحمد لله وفيت بوعدك وجيتنا، ونحن حنجي لشيخ التشيكس ده في البتاع في المسيد بتاعه. يبقى الشغله دي انتهت، اتباعت بدري. السبب السمسار اللي خلاها تتباع منه، السمسار منه والدلال هم الكيزان يا اخوانا. الشغل اللافي ده ما اللي غاوا امبارح بس، ولا المهاتره والمسرحيه اللي قالوا مناظره بقناه البلد، واللي جابوا ديك برضه انصار سنه قالوا مناظره ومهاتره دي كل، ولا مبادره طيبه الجيد. الشغل ده كله مبادره طيبه الجيد والمناظرات الشغاله، المسرحيات اللي بالتلفزيون، والشغل الحاصل ده شغل الجبهجيه. هم دارين يعملوا ما عارف يوحدوا ما يوحدوا عشان هم يركبوا فوق ظهر انصار سنه وجميع الطرق الصوفيه، ويخشوا يصلوا تاني كرسي السلطه الاخوان المسلمين الكيزان، ويدوا ديل كلهم شلون يرموهم. وصار السنه ما بيتعظوا، صار السنه ديل خشوا مع الكيزان 600 مره، والكيزان ادوهم 600 مليون كف و500 الف شاكوش. ما بيتعظوا يا اخواننا. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. صار سنه خشوا مع الكيزان ديل في 30 سنه دي، بخشوا الحكومه بيمرقوا، يمسكوا وزاره ويطلعوا، يمسكوا وزاره ويطلعوا. الكيزان ما ادوهم ولا شلن، ريسوهم وتيسوهم واخذوهم لحم ورموهم عظم. والهديه قال الكلام ده، وابو زيد قال الكلام ده، وبرضه بيخشوا معاهم. انا ما لاقي ناس انقر من الناس دي والله الذي لا اله غيره. لانه انا الليله زول غشاني كويس، بعمل حسابي، قول تاني دقست بكره يا اخي، بعد بكره بعمل حسابي ما بتورط للمره ال50. الشغل ده شغل كيزان، وده الجبهجيه. حتى الناظر شيخ تو ده ذاته جبهجي، الجماعه مع شيخ نقط ولابس قفطان وقال له انت ذاتك والمناظره وكده، ده جبهجي، ده كوس معروف من الشماليه، عارفين انه نحن نعرف اخوه جبهجيه ديل صر